صباح الفل، ازيكم عاملين ايه؟ بصوا بقى، انا عندي كل نوع فاكهة، عندي منه واحدة ولا اتنين والولاد مش عايزين ياكلوهم وبيقعدوا بيبوظوا، مش عارفة اعمل فيهم ايه. فقلت بقى ايه لما اقطعهم كده واعملهم لهم بشكل جديد واضحك عليهم واشوف هتعجبهم ولا لا. بصوا بقى، اول حاجة هنعمل ايه، هناخد الفاكهة ديت هنغسلها ونقشرها ونقطعها ايه، قطع صغيرة. ماشي. اه بصوا هاتي. ايوه زي ما انتوا شايفين كده قطعناها اهو وغسلناها وقطعناها وقشرناها. بصوا على حسب يعني اللي عندكم نوعين، عندكم ثلاثة، موزاية على تفاحية على كام واحدة فراولة، يعني اللي عندكم. طبعا كلنا بيحصل معانا اصلا الموضوع دوت يعني. بص تلاقي الولاد مش عايزين ياكلوهم ولا وتلاقيهم يسودوا، فانا قلت الحقهم بقى ايه قبل ما يسودوا. زي ما انتوا شايفين كده قطعتهم وحطيتهم في القالب بتاع الكريم كراميل. ده بقى ايه، ده كيس جيلي فراولة، عملته بالطريقة اللي هم ايه قايلين عليها. كوباية مية سخنة تقلب فيه وبعد كده كوباية مية باردة. وحطيت ايه، وحطيته على الفاكهة بتاعتي، هدخله التلاجة يجمد واخرجه تاني. هو كده جمد وانا خرجته تاني. كان عندي كيس تاني جيلي مانجا، عملته برضو بنفس الطريقة. كوباية مية سخنة وقلبته كويس في كيس الجيلي وبعد كده كوباية مية باردة. وبعد كده هناخده هنحطه برضو على الايه، على الفاكهة بتاعتنا. تمام. وبعد كده هندخله برضو ايه التلاجة لما يجمد بقى خالص ونطلعه بقى. تحفة تحفة، عايزة اقول لكم ما كملتش مثلا الصينية دي ما كملتش ساعة وما شاء الله يعني اتنسفت. وحل حلو قوي لموضوع الفاكهة اللي بتتبقى وبنبقى مش عارفين نعمل فيها ايه والولاد مش راضيين ياكلوها. ممكن كمان لو عندنا كريم كراميل، ممكن الطبقة التانية دي تبقى كريم كراميل، برضو هتبقى جميلة قوي. زي ما انتوا شايفين كده، بصوا شكلها جميل قوي 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 ومغري جدا للولاد. والا بقى دي كمان لو اتعملت في الصيف، في الصيف بقى مش عايزه اقول لكم اساسا ان انتي بتاكليها كده بتحسي ان هي بترطب على القلب كده. يلا باي باي.